احنا هدفنا يا جماعه، احنا هدفنا هنا حاجه واحده بس، هي مسابقه منتظمه محترمه بلائحه واحده، وهذه اللائحه يجب ان تطبق على الجميع. يا سلام. حد مختلف على كده؟ اعتقد لا. سبق وكلمنا حضراتكم قبل كده على ان لائحه اتحاد الكره وبطلب من الفيفا ان كل نادي من حقه يعير 6 لعيبه فقط، مش اكتر من كده. وركز معايا، دي تعليمات مين؟ الفيفا. يا باين عليها نبيها ما شاء الله. المفروض ان اتحاد الكره طبعا يطبق الكلام ده ويطبقه على الجميع يعني. وقلنا قبل كده ان في نادي اعار اكتر من 12 لاعب، وطبعا طبيعي الناس طلعت وشككت وقالوا انتوا مش فاهمين وانتوا مش عارفين، ده الاهلي باع اللعيبه دي اللعيبه دي ما فيش اعارات، ما فيش الكلام اللي انتوا بتتكلموا فيه دي، واللعيبه اللي راحت سيراميكا دي عقود ثلاثيه، وقفشه في الاتحاد ده عقد ثلاثي، وكلام كتير طبعا من هذا القبيل. بعيد اصلا ان ما فيش اساسا حاجه اسمها عقد ثلاثي، ده تلاعب باللائحه، ما فيش حاجه اسمها عقد ثلاثي. كدب هتاكلي بالسبسب واحط وشك في النار. مره تانية الزمن كفيل انه يكشف لك الحقائق، والحقائق بقى يا سيدي وضحت لما خبر انتشر النهارده في مواقع كتير ان الاتحاد السكندري بيقرر ان هو يفعل بند الشراء في عقد قفشه. انت فله قشطه. وهيطلب كده الفتره اللي جايه من الاهلي الصبر. ما هو يا جماعه طلع قفشه اعاره اهو، طلع قفشه اعاره. الحشيش تمام حاجه قوي زي الفل يا سيدي الناس. الحمد لله. طلع ان الكلام صح. ما هو بند الشراء ده بيتحط في عقود الاعاره فقط، ودي تصريحات من مسؤول الاتحاد السكندري لكتير من المواقع النهارده. طيب فين الناس بقى بتوع العقود الثلاثيه؟ فين الناس بتوع ان الاهلي عمره ما يخالف اللوائح؟ العار يا بيض يا ولدي، لازم اسويك البندق يا فريدي.